حد قالك قبل كده إن فيه رسالة مكتوبة باسمك جايلك مخصوص من السماء؟ انت اللي بتتكلم في قلبك وبتعدي ليالي لوحدك، اللي بتضحك قدام الناس وتعيط في السر، يلي فقدت الأمل ومش قادر تصدق إن في حاجة ممكن تتغير. الرسالة دي ليك، اسمعني للآخر. فيه ناس لما بتبعتلك رسالة بتبقى عادية، فيها كلام يمكن تنساه بعد شوية، ولكن لما ربنا يبعتلك رسالة بيبعتلك حياة وبيقولك: لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم، يقول الرب، أفكار سلام لا شر، لأعطيكم آخرة ورجاء. يعني حتى وانت مش فاهم اللي بيحصل، حتى وانت بتقول أنا تايه ومش لاقي نفسي، ربنا بيبص عليك من فوق وعينه مليانة حنان وبيقولك: أنا شايفك، أنا سامع تنهيدتك قبل ما تخرج من قلبك، أنا جنبك حتى وانت مفكرني بعيد. كان فيه شاب فقد شغله وخسر صحابه ومامته ماتت، وكل يوم كان بيقول: ليه يا رب، ليه كل ده؟ أنا خلاص مش طايق. بس في يوم دخل كنيسة وهو تايه، ولقي كلمة مكتوبة على لوحة صغيرة ورا الكنيسة، كانت بتقول: أنا هو الرب إلهك الممسك بيمينك القائل لا تخف، أنا أعينك. الشاب ده بكى، مش لأنه ضعيف، ولكن لأنه أول مرة يحس إن فيه رسالة مخصوص من فوق من السماء جاية ليه. صلى وقال: يا رب، أنا يمكن نسيتك بس أنت ما نسيتنيش، أنا ضعفت لكن أنت قوتي، أنا مشيت في سكك كتير واتكسرت، بس النهاردة جايلك، ردني ليك وطبطب على قلبي وخلي الرسالة دي بداية حياة جديدة مليانة بيك. لو حسيت ان الرسالة دي ليك اكتب لي في كومنت أنا سمعت الرسالة، وسيب لي في الكومنت اسمك علشان نصلي سوا، وابعتها لحد محتاج كلمة من فوق. وما تنساش لايك وشير علشان توصل لحد حياته ممكن تتغير النهاردة. طب مين فينا ما قعدش ليلة كاملة يعيط ويقول: أنا بتكلم ومحدش بيرد، أنا بنادي ومفيش صدى، بس في الحقيقة في حد سمعك حتى لما انت سكت؟ عارف اللحظة اللي بتكون فيها في أوضة مقفولة وسايب النور مطفي وقلبك وجعك من أكتر من جسمك، حاسس إن كل اللي حواليك مش شايفينك ولا حتى حاسين إنك تعبان؟ اللحظة دي فيه صوت نازل من السماء بيقولك: اصرخوا والرب سمع، ومن كل ضيقاتهم أنقذهم. انت مش متساب، انت مش منسي، ويمكن انت ما قلتش كلمة بصوت عالي بس التنهيدة اللي جوه صدرك وصلت لعرش النعمة. في بنت صغيرة كانت كل يوم تدخل أوضتها وتتكلم لوحدها، أمها كانت بتفتكر إنها بتلعب، بس يوم دخلت عليها وسألتها: بتكلمي مين؟ قالت لها: بكلم بابا يسوع، أنا بقوله كل حاجة بتحصل علشان هو الوحيد اللي بيسمعني وما بيحكيش لحد. القصة دي حقيقية، والبنت دي لما كبرت وبقت مرنمة بتقول في كل حفلة: أنا اللي اتكلمت مع يسوع وقت محدش كان معايا. كانت بتصلي له وتقول له: يا رب، أنا ساعات بكتم كل حاجة جوايا وبحس إن بصرخ ومحدش سامع، بس أنت دايما سامعني حتى من غير كلام، رد عليا وطمني واديني سلامك اللي فوق كل عقل. لو بتحس أوقات إنك بتتكلم ومحدش بيسمعك، اكتب لي في الكومنت أنا محتاج أسمع صوت ربنا، وسيب لي تعليق علشان أصلي معاك. وما تنساش تبعت الرسالة دي لحد قلب موجوع، وما تعملش سكيب من غير لايك وشير، يمكن تكون سبب راحة لحد تاني. فيه وقت بتحس إن رجلك مش شايلاك وجسمك مش شايلك وقلبك تقيل وعقلك مشوش وكل حاجة حواليك بتقع، بس فيه ايد ممدودة ليك، ايد مش بتتسحب ومش بتتأخر، ايد ربنا اللي بيقولك: انا ماسكك ومش هسيبك. لو حسيت في يوم انك واقع او انهزمت فجأة بعد ما كنت واقف، ولو الناس كلها سابتك واللي كنت فاكره سند وقلبك عليه، افتح ودنك للكلمة دي: لأني أنا الرب إلهك الممسك بيمينك القائل لك لا تخف، أنا أعينك. ربنا مش بيشيلك وقت القوة بس، ده بيشيلك أكتر لما تقع، وبيشيلك وقت ما الكل يقولك: إحنا أسفين مش هنقدر نكمل معاك.
فيه واحد كتب مرة قصة عن حلم شافه. شاف نفسه ماشي على شط بحر وفيه رمل، وكان فيه آثار رجلين جنب بعض وهو ربنا، ولكن فجأة هو وربنا ولكن فجأة في أصعب لحظات حياته بص لقى إن الآثار دي بقت رجلين 2 بس. فصرخ وقال: ليه يا رب سبتني في الوقت ده؟ ربنا رد وقال له: انا ما سبتكش، الآثار اللي انت شايفها دي مش رجلك، دي رجلي انا كنت شايلك على كتفي لانك ما كنتش قادر تمشي لوحدك. فصلى وقال له: يا رب أنا بمشي واتكعبل كتير وبضعف وبتعب وساعات بكسل أكمل، بس أنت اللي ماسك إيدي، وكل مرة كنت هقع فيها أنت شلتني. علمني أعيش ماسك فيك، ومهما الدنيا تهزني أبقى متأكد إنك مش هتسيبني. لو بتحس إنك واقع ومش لاقي إيد تشدك اكتبلي في الكومنت يا رب امسكني، وسيبلي تعليق علشان نصلي سوا، وابعته لحد قلبه محتاج سند، واعمل لايك وشير واحفظ الرسالة، يمكن ترجع لها وقت ما تحتاج تتشال. فيه شعور صعب قوي لما تحس انك مجرد رقم، مجرد حد بيعدي، لا اسمك فارق ولا وجودك متلاحظ، بس فيه إله بيبصلك بطريقة مختلفة وبيناديك باسمك وبيقولك أنا عارفك ومش ناسيك. الناس ساعات تناديك بلقب أو تقولك تعالى يا فلان انت شبه حد انا اعرفه، ولكن ربنا بيناديك باسمك وبيقولك دعوتك باسمي انت لي. يعني حتى وانت لما محدش فاكرك، هو مش بس فاكرك، ده حافظ اسمك وسمع صوتك وفهم وجعك حتى لو انت ما قلتوش. كان فيه بنت، قصة حقيقية حصلت. بنت كانت بتحضر اجتماع كنسي لأول مرة في حياتها، ولما وقف الخدم يصلي وفجأة قال: في حد هنا اسمها مريم وبتقول يا رب انت ليه مش شايفني؟ وربنا بيقول لها انا شايفك يا مريم وانتي مش منسية. البنت دي انهارت من البكا، وبعدها انا كنت فعلا بصلي بالجملة دي قبل الاجتماع، وكنت بقول هو انت يا رب فاكرني؟ اسمك مش سطر في سجل ولا رقم في تليفون، اسمك منقوش على كفوفه ومكتوب في قلبه ومش ممكن يتنسي، لأنه بيقول هوذا على كف نقشتك. ادعي له من قلبك وقول له يا رب أنا ساعات بحس إني مش فارق ولا حد حاسس بيا، بس النهاردة كلمتك خبطتني، ويا بختي إن ليا إله حافظ اسمي وما بيسيبنيش. ردني ليك تاني وخليني أعيش كل لحظة عارف إن ليا مكان في قلبك. لو حسيت يوم إنك منسي، الرسالة دي ليك من يسوع. اكتب لي في كومنت انا مش منسي، انا محبوب من ربنا، وسيب لي قلب علشان نصلي سوا، وما تبخلش على غيرك وشير له الرسالة دي، واعمل لايك للفيديو يمكن توصل لحد حاسس ان اسمه اتلغى. مفيش دمعة نزلت من عينك وراحت هدر، ولا تنهيدة طلعت من قلبك وعدت بالساهل. فيه إله شايف دمعتك وجامعها، ولأنها غالية عليه أكتر مما تتخيل. يمكن تبكي لوحدك، ويمكن دموعك تنزل وانت سايق أو انت على السرير والكل نايم، ويمكن تبكي وانت بتضحك، الضحكة اللي وراها وجع، ولكن صدقني ولا دمعة من دول وقعت من غير ما تتحسب. أجعل دموعي في زق أما هي في صفرك. يعني إيه؟ يعني كل دمعة بتنزل منك ربنا بيجمعها، بيسجلها في كتاب وبيحسبها لأنها غالية عليه. كان فيه قصة مؤثرة لواحدة ست كبيرة دخلت كنيسة فاضية وفضلت تبكي وهي بتقول أنا مش جاية أشتكي يا رب، أنا جاية أقولك إني تعبت وخلاص. الشمس شافها، ولما قرب لها لقاها بتبص لفوق وتقول أنا واثقة إن دموعي عندك ومش هترجع لي فاضية. الست دي ماتت بعدها بأسبوع، بس شهادتها فضلت وكل اللي سمعها اتغير. الناس ممكن تشوف دمعتك وتقول عيانة أو تكسفك وتقول ضعفت، ولكن يسوع الدمعة عنده رسالة، وجعك عنده صلاة، وسكوتك صراخ وبيوصل له أقوى من الكلام. بس انت قوله من قلبك يا رب أنا مش بطلب غير إنك تلمس وجعي وتشوف دمعتي زي ما وعدت،
أنا مش عايز أشتكي ولا أقول ليه، أنا عايز أحس بحضنك، حضن يطبطب عليا وينشف دموعي ويديني أمل إني لسه محبوب ولسه ليا بكرة. لو دموعك زارتك حتى من غير سبب واضح، لو حسيت إنك بتبكي أكتر ما بتتكلم، اكتبلي ربنا شايف دمعتي، وسيبلي كومنت علشان نصلي مع بعض، وشير الفيديو. مش كل الناس بتتكلم، بس كتير بيمسحوا دموعهم في صمت. قوله من قلبك يا رب، يلي سمعتني من أول كلمة، يلي حسيت إن الكلام كان ليك بالاسم، اسمح لي أقولك كل الرسايل دي ما كانتش صدفة ولا مجرد سكريبت جميلة، دي كانت صيغة حب من إله حي بيحبك وبيبعتها لك النهاردة علشان يقولك أنا لسه هنا، أنا لسه شايفك، أنا لسه بحبك زي ما أنت، ومهما حصل بابي مفتوح وقلبي ليك. صدقني رسالة من السما مش بتنزل علشان تلمع، دي بتنزل علشان تلمك وتجبر كسرك وتفك قيودك وتقولك لسه فيه رجاء ولسه فيه يسوع. ارفع ايدك وارفع قلبك وقول له يا رب أنا بشكرك على كل كلمة، لأنك إلهي ومش بتتجاهلني، وبشكرك لأنك بتحبني وأنا ضعيف وما زلت بتبعتلي، وحتى وأنا بعيد بتخلي رسايلك تفضل ترن جوايا، ولما انسى فكرني ان ليا اب شايفني وسمعني وحاسس بيا. لو حسيت ان الرسالة دي كانت ليك فعلا، سيبلي تعليق فيه كلمة واحدة بس ان الرسالة وصلت، علشان اعرف انها وصلت لقلبك. وكمان لو نفسك نصلي مع بعض ما تنساش تعمل لايك وشير علشان الرسالة توصل لكل قلب مستنيها. سلام المسيح معايا ومعاكم، وربنا يلمس قلوبنا جميعا.